السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على المودة والخير نلتقي وإياكم، وسؤال فقهي. سؤالنا لهذا اليوم، وهو من الأسئلة الابتلائية وكثيرا ما يبتلى بها العامل الأجير المسكين الفقير. فالبعض يتفق مع الأجير العامل أو سائق سيارة وغيرهم ليعمل عنده في عمل ما كبناء أو صبغ وغيرها من الأعمال، أو ليوصله إلى مكان ما إذا كان سائق سيارة، فيحضر الأجير في الموعد المحدد، ولكن رب العمل أو المقاول يصرف هذا العامل أو هذا السائق بحجة أنه لم يحضر المواد أو صرف النظر عن العمل أو عن السفر وغيرها. فما الحكم؟ الجواب: إذا أجر العامل أو السائق وغيره نفسه لعمل ما، وسلم هذا العامل نفسه إلى المستأجر ليعمل له، وقال له: أنا حاضر للعمل، ففي مثل هذه الحالة استحق الأجرة المتفق عليها حتى وإن لم يعمل، لأن الخلل لم يكن بسبب العامل نفسه. العامل جاء في الوقت المحدد وسلم نفسه للمستأجر، والسبب ليس العامل، وإنما السبب بالمستأجر. فعلى المستأجر أن يعطيه الأجرة المتفق عليها، أو على الأقل يراضيه. والحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وآله الطيبين الطاهرين.